الله تعالى وبركاته. اهلا بكم في اول حلقه لينا من قناه اكس فالكون اتش دي. النهارده يا جماعه معانا الفيديو بتاعنا، ان هو شرح ازاي تعمل سيرفر في ماينكرافت بس مجاني عن طريق استضافه اسمها اترنس سيرفر. الاستضافه دي طبعا كتير منكم ممكن يكون يعرفها، او من المشاهدين اللي قاعدين يتفرجوا على الفيديو دلوقتي ممكن يكونوا يعرفوا الفيديو ده. بس طبعا انا الشرح بتاع النهارده هعمله بتفصيل وهعمله كل حاجه بالظبط، ومش هنسى حاجه ان شاء الله. اول حاجه هنبدا الشرح بسم الله. نبدا نفتح الاول جوجل كروم او حسب المتصفح اللي انت شغال عليه، وبعدين نيجي هنا نكتب اللينك بتاع الموقع او الرابط. هتلاقوه تحت في الديسكريبشن او في الوصف. يدخلك على صفحه زي كده. انت طبعا هيقولك يو ار نوت لوجند. هتعمل تضغط على دي، وبعدين هتلاقي هنا ساين اب، تضغط عليها وتكتب الايميل بتاعك بس والاسم والباسورد، وبعدين تعمل ساين اب اللي هو انشاء حساب. نيجي هنا عند كلمه اي بي. هنا ده الاي بي الاساسي اللي هو ما بيتغيرش خالص. انا هوريك دلوقتي الاي بي الاساسي والاضافي لما نيجي نفعل السيرفر. طبعا ده الاستضافه زي ما هي. نيجي دلوقتي نبدا اول حاجه نعمل الاصدار بتاع السيرفر. انا طبعا شغال على اصدار 1.7.2، 1.7.2، ونعمل انستول. ده طبعا في حاله ان السيرفر يكون معمول له ستوب. دلوقتي نيجي هنا عند وايت ليست، يبقى اكس فالكون اتش دي. ده الاسم اللي انا عامله في اللعبه. بعدين الاو بي ليست، الاو بي اس قصدي. نكتب برضو اكس فالكون اندرسكور اتش دي، بعدين نعمل اد. طبعا كده انا ضفت الاو بي اس اللي هو اصحاب السيرفر. الوات ليست ده عشان لو عايز تحط اصدقاء ليك معينين ومحدش يدخل السيرفر غيرك انت والناس اللي انت حاططهم معاك. طبعا لازم عشان تشغل وايت ليست لازم تكون عامل عليه ياس هنا. وهنا السولتس انا يبقى لاعب واحد فخليه واحد. واحب انبهكم عن حاجه في البلايرز، ان لو انت هتعملوا تو بلايرز لازم يبقى قاعدين في السيرفر بالظبط تو بلايرز، علشان او لاعبين اتنين، علشان السيرفر ما يطردكش او ما يقفلكش. لانك مثلا لو انت عامل بلايرز 2 وواحد بس، او اللاعبين عاملهم العدد بتاعتهم الماكسيمم عاملهم اتنين، او لاعبين اتنين، لاعبين اتنين، واحد بس هو الموجود، هيديك مهلة 10 دقايق بتاعي او ربع ساعة، وبعديها يقوم جاي مخرجك من السيرفر علشان اللاعبين مش متوفرين كلهم. فانا طبعا هعمل السولتس واحد. وهنا الوايت ليست يبقى اعمله يس عشان احط اسمي تحت في الوايت ليست. هنا اونلاين مود. طبعا هنا كراكت وبريميوم. الكراكت ده بيبقى الماينكرافت المكركه، وانا البريميوم اللي هو ماينكرافت المدفوعه او اللي انت جايبها بفلوس. طبعا انا شغال على الكراكت فهنعملها ماينكرافت المكركه. وهنا دي تسيبها زي ما هي عادي. وهنا الجيم مود. طبعا انا هعمله كرييتيف علشان يبقى الشرح خفيف وسريع. وهنا ايه تاني؟ عندنا difficulty هعمله بيسفول. انه بيتهيألي الورلد انا اخر مره كنت عامله فلات. انت تقدر طبعا تعدله، هوريكم ازاي دلوقتي. عندنا البي في بي يس، كوماند بلوك يس، فلاي يس. طبعا انت عايز تعمل وورلد فلات او تعمله عادي او تعمله وورلد متكامل. طبعا تيجي هنا عند نيو او ابلود. وبعدين ما بتعملش. انت لو عايز ترفع عالم او وورلد من عندك من على الكمبيوتر تدوس على تشوز فايل وترفع العالم طبعا زي ما انتم عارفين. وهنا فلات اللي هي اللي انا عاملها دلوقتي. في هنا لارج بيومس. في هنا امبليفد. طبعا نورمال اللي هو العادي، العالم الورلد العادي. فلات اللي هو الورلد المستوي خالص اللي هو الناس بيستخدموه في الاختراعات الكلام ده. طبعا دولت الاتنين دولت ملهمش اهميه لان الاستخدام بتاعهم قليل جدا. انت هتحتاجهم من نورمال والفلات. انا طبعا عاملهم فلات اخر حاجه. والسيد اللي هي اللي فوق اللي انتوا شايفينها دي ما لهاش لازمه خالص. هنا داونلود عشان تحمل الورلد اللي هو الموجود في السيرفر. ريستور باك اب، ده تعمل باك اب للورلد والاعدادات وكل حاجه موجوده للسيرفر. هنا ري انستول، انك تعمل ري انستول للسيرفر ده كله، الايميل والباسورد والكلام ده كله تعمل له ري انستول. طبعا احنا كده احنا طبعا ظبطنا الاعدادات بتاعت اللعبه كلها وشرحت لكم الاعدادات كلها بتستخدم في ايه. نيجي نعمل ستارت للسيرفر عشان يشتغل. طبعا متنسوش احنا عاملينه على 1.7.2. ننتظر شوية. طبعا يعني استغل الوقت ده فاستغفر ربنا عمال ما اللودينج يخلص.
طبعا هو بياخد من دقيقة لدقيقتين عمال لما الستارتنج يخلص. فاحنا نصبر شوية برضه عشان ابقى اوريكم العملية كاملة، ما اعملش قطع في الفيديو يعني، عشان ما حدش يقول لي كان في مشكلة وانا يعني هربت منها. فهنا الاستاتيوس اونلاين، السيرفر will be stopped، يعني السيرفر هيتوقف خلال 4 دقايق و44 ثانية. هنا دي واي ان اي بي، ده طبعا الاي بي اللي ما بقاش ثابت. ده انت لو اديته لحد وعايز تغيره كل شوية، فده الاي بي ده بيتغير. في هنا اي بي اللي هو زياد اترنز ميل اي بي، ده بيبقى اي بي ثابت عشان لو عايز تدخل على السيرفرات. طبعا السيرفر زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي احنا عاملين على 1.7.2، ناخد الاي بي ناخده كوبي ونروح ل1.7.2. طبعا شايفين ان الاصدار 1.7.2، وبعدين نعمل اد سيرفر. نيجي هنا نعمل كنترول وفي، كنترول زائد في عشان تنسخ الاي بي، بعدين ندوس على done. دلوقتي بيعمل بينجنج للسيرفر زي ما انتم شايفين. اترنز ار جي زياد اللي هو الاسم الايميل اللي احنا عاملين بيه. وانا ماينكرافت سيرفر لاعبين واحد شبكه قويه الحمد لله. بعدين نعمل هنا لوجن او جوين سيرفر. زي ما انتم شايفين السيرفر معمول. دي نوطي الساوند شويه. done. نيجي نعمل سلاش جيم مود واحد عشان يبقى الجيم بتاعنا كرييتيف. ده العالم الفلات طبعا، ده العالم اللي بيستخدمه الجيمرز عشان يعملوا بيه الاختراعات. اهو زي ما انتم شايفين كل حاجه شغاله. طبعا انت اخرك 3 بلوكات، او ممكن انت تتحكم في البلوكات برضو لو عايز تتحكم في البلوكات. في الاعدادات بتاعه السيرفر تقدر تتحكم فيها. فدلوقتي احنا كده يعتبر يعني شبه شرحنا الحاجات دي النهارده. يا رب يكون الشرح عجبكم وتكونوا استفدتوا منه.